السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عايز أدردش معاكم في حاجة بسيطة أوي. إزاي الراجل يختار شركة؟ على أساس إيه؟ يعني شافها فعجبته وحبها، ولا يحط شروط وقواعد وبناء عليها يشوف اللي هتمشي تبع الشروط والقواعد اللي هو حاططها، ولا يسيبها ارتجالي كده؟ والدته بقى تدور له، أخته تدور له، مرات عمه تدور له. الشاهد إيه؟ اللي فيه إجراء وحيد أو ثابت يخليك تضمن إن أنت لما تتجوز جوازتك ناجحة، مفيش. معندكش يعني، اللهم إلا، وده وجهة نظر، الونس. إنك تعرف تكون بتتونس معاها. النهارده كنت بتكلم مع زميل بيقول لي معظم الرجالة بتستعجل في الجواز. يعني بيطلع شاب يتخرج، يدور على شغل، يخطب. في حتة في النص اللي هو مثلا يبني نفسه، يبني مستقبله، يدور على شغل أحسن، يسافر، يتعلم مهارات. ما قدرش. هو عايز يلحق يخطب عشان يلحق يتجوز، عشان يلحق يخلف، عشان يلحق يربي العيال. هو بيعمل ده وهو مستمتع؟ لا، هو بيعمل عشان يلحق. هو زي ما يكون عنده فترة محدودة عايز يخلص فيها الجزء المطلوب منه. طب هو بيستمتع بكل مرحلة من دي؟ لا، طول عمره بيجري عشان يلحق. آه. طب لو عكسناها، لو بدل ما يخطب على طول سافر، كبر في شغله، حضر دراسات، ساعتها يقول والله ده انا كده هتأخر، هعدي 30 35 مثلا، وعشان اعمل دخل محترم كمان هيبقى 40. طب 40 هاخدها عندي كام سنة؟ عندها كام؟ عندها 30. مش هتبقى مرضية بالنسبة له. هيدور على اللي عندها 25 أو حاجة 20. هي مش حاجة بسهولة، هي برضه هتقول لك فرق كبير. فاللي زي دي عايزة اشتراطات، بخلاف اللي في المرحلة دي لسه مش مرحلة نضج كافي، وهو وصل لمرحلة نضج، عدى ال 35 داخل في 40. هيتقبل عدم النضج عندها؟ الله أعلم. فالحسبة مش فيها مشكلة. يعني يتجوزوا بدري ويبنوا بعض، واللي يتأخر هو واتجوزها صغيرة. تيجي تحسب هنا تلاقي اللي عدت 25 و27 و28 و30 هي دي كده اللي وقعت. بمعنى ايه وقعت؟ ما بقتش محط اهتمامه، في حين ممكن تكون اتعلمت، كبرت في شغلها، بقى عندها نضج، عندها جزء من مشاركة الجواز، جزء من مشاركة مسؤولية الجواز. مش قصدي مشاركة مادية، قصدي اللي هي هتقدر تفتح بيت، وبالتالي ما بقتش مرغوبة في السوق التجاري. مش مرغوبة لأن عندها ال 22 و 23، والراجل عينه ضيقة وفكره بيبقى أضيق، بيدور في المرحلة العمرية دي بس. حتى لما بيبقى فلوس ممكن يكون بيدور ده على الخلفة، مع إن برضه الأكبر منها هتخلف برضه. ما بيدورش على التفاهم، ما بيدورش على الحب، ما بيدورش على الاستمرارية. ودي مشكلة بيقع فيها الرجالة كلها، بتقع فيها. هنشوف بقى لما بيتجوزوا بدري دي معرفش ايه يعني، بيبقوا في سن بعض لأن في ظروف بتخش هنا، يقدروا يتحملوا بعض ولا لأ. بس حبيت أشارككم النقطة دي، تشوف رأيكم فيها عامل ايه. سلام عليكم.